واخيرا المغرب تاهلوا الربع النهائي من كينغز ليغ. فانا اليوم كنعيش احسن لحظات ما يمكنش واحد شهر. ودابا هما من اقوى 8 ديال المنتخبات في العالم. كلشي كان فقد فيهم الامل فاش خسروا ضد كولومبيا، ودابا كلشي ولا كيتفرج فيهم. ولا سمعتي معايا شحال ديال الفلوس غادي يربحوا في الفينال غادي يهرب لك. وانا عارف فاش تفرجتي في الماتش جاك اللعب والقوانين في شي شكل. علاش كيتحسب بيت واحد بجوج بيوت، وعلاش حدراف لبس واحد الباندا خضراء. هادشي كامل غادي نشرحو لكم وبلا ما تعذبوا تمشيو تقلبوا وتبحثوا. ما عليك غير دعمني بواحد لايك واشتراك وشي تعليق زوين. كيف ديما مشينا. جيرارد بيكي اللاعب السابق ديال البارسا رشقات ليه في العام ديال 2022 وقرر باش يقاد لعبه جديده، لعبه اللي هي كره القدم نفسها ولكن بلا ملل وبالتشويق. قوانين جداد الا كنتي عارفهم غادي يخليوك تفرج وانت مركز مزيان، واهم حاجه انك غتكون كتستمتع بهاد الجيم. هاد اللعبه اللي سماها كينغز ليغ من غير الفروق والدوريات اللي اصلا كاينين في هاد اللعبه، بيكي قرر انه يزيد المنتخبات ديال العالم. يعني نقدروا نقولوا بحال الشكل ديال كاس العالم ولكن ديال كينغز ليغ ديال هاد اللعبه، ولكن ماشي بحال الفوتبول وانما القوانين ديال كينغز ليغ واللي بزاف د الناس ما عارفينهمش وفاش كيتفرجوا كيكونوا مخربقين وما كيكونوش مستمتعين، ولكن فاش غادي تعرفوهم غادي تستمتعوا ديال بصح. وقبل ما نشرح لكم القوانين شوفوا كيفاش المغرب تختار من بين العشرات ديال الدول باش انه يلعب وسط 16 منتخب فقط. كيف ما كتعرفوا ستريمر الياس المالكي اللي دار البوز واحد الوقيته، وخصوصا في المنصات ديال البث المباشر بحال يوتيوب بحال كيك. ومن واحد الناحيه اخرى المغرب هاد الاواخر تطور كرويا ديال بصح، والعالم كامل ولا عارف المغرب غير من كره. من المونديال ديال 2022 والمغرب حاضر في الصحف بالجهد كرويا. وجيرارد بيكي اصلا هو باغي يشهر هذا المشروع ديالو الجديد، وباش يجلب متابعين بزاف لهاد اللعبه اختار الياس المالكي اللي عنده مشاهدين كتار في البث المباشر ديالو يكون هو الرئيس ديال الفريق المغربي في هاد اللعبه. هادشي قياسا او نظرا على المشاهدات اللي كيجيب وباللي هو الاول افريقيا. الياس جمع واحد الفرقه اللي فيها دراري ديجا لعبوا مع المنتخب المغربي، وهاد اللعابه فاش قال عليهم الياس وافقوا ومشاو يمثلوا المنتخب في كينغز ليغ. وهذه غادي تكون هي اول تجربه لهم في هذا العالم ديال هاد كره القدم المختلفه. وفي الماتش الاول الرسمي ديال هاد الدراري مع المنتخب المغربي اللي غادي يشارك اول مره في هذا الشيء خسروا ضد كولومبيا، وكان بقى ماتش واحد فقط ضد اوكرانيا ولا خسر فيه المغرب غادي يتقصى. ولكن المفاجاه هي ان هاد الدراري تبارك الله عليهم ربحوا بنتيجه عريضه اللي هي 9-2. الفرصه الاخيره، ومنتخب اليابان كان هو الفريق اللي طلع من المجموعه ديالو، يعني غادي يلعب ضد المغرب. الدراري المغاربه انسجموا مع بعضياتهم وفهموا القوانين ديال كينغز ليغ وربحوا اليابان ب4-2 وضمنوا بلاصتهم في ربع النهائي، واللي تلاقى فيه المنتخب المغربي يعني الماتش الجاي مع امريكا اليونايتد ستيت. وباش تعرفوا المنتخبات اللي دازوا ديريكت هما البرازيل، الارجنتين، كولومبيا وامريكا حتى هي، وطلعوا ديريكت حيت هما ربحوا 2 ماتشات الاولين. داكشي علاش يعني المغرب دابا كاين من بين 8 ديال المنتخبات الواعدين في هذه اللعبه، ولا جاب الله ربحنا امريكان فراه غادي نوليو في نصف النهائي، وبهكا غادي نسترجعوا الذكريات ديال المونديال ديال قطر. وباش تفهموا اكثر الكينغز ليغ ما كتعتمدش على القوه والسرعه والتخطيطات وداكشي، ولكن هذه اللعبه اهم حاجه كتعتمد عليها هي القوالب، من غير التكنيك والتكتيك والفيزيك. فراه الدماغ والقوالب مهمين في هذه اللعبه. دابا غادي نوريكم القوانين والقواعد اللي غادي يخليوك فاش تكون كتفرج بواحد المتعه. قوانين اللي يقدروا يبدلوا الموازين ديال الماتش كامل، قوانين اللي كيخليوك فاش تكون كتفرج انك عارف باللي واحد الفريق رابح ب6 والاخر 0، باللي داك ديال 0 ممكن انه يربح ديال داك 6. وهذه بالضبط هي المتعه في هذه اللعبه، يعني ما يمكنش تضمن شكون هو الرابح حتى يصفر الحكم في الاخر، يعني في اي لحظه ممكن الفريق الخصم يتقلب عليك. نبداو باول حاجه واللي هي بطاقه الجوكر. هاد البطاقات اللي كيختارهم الفرق وسط ديال الماتش واللي كيعطيو واحد الطابع ديال المفاجاه والحماس، حيت كل فريق عنده حق باش يستعمل بطاقه الجوكر مره واحده في الماتش، والمدرب كياخدها قبل الماتش وكيخليها عنده وكيستعملها وقت ما بغى، الا 2 دقائق الاخرين من كل شوط المدرب ما يمكنش يستعمل ديك البطاقه اللي اختار. من بين هاد البطاقات كاين الهدف المضاعف، كتكون عندك 4 ديال الدقائق، الا ماركيتي بيت كيتحسب كيولي 2. كاينه بطاقه ايقاف اللاعب، الا جاتك هاد البطاقه فراه كيكون عندك الحق انك تجري على لاعب من الفريق الخصم لمده 4 دقائق. بطاقه ركله جزاء وهي اللي تعطاتنا في الماتش ديال الجابون، كتعطاك تضرب بيلانتي ديريكت بدون سبب. كاينه بطاقه نجم الفريق،
المدرب كيختار لعاب كيكون هو النجم ديال الفريق، واي بيت ماركا كيتحسب بجوج. وهادشي اللي شفناه بالضبط في الماتش ديال ضد الجابون. زكريا حدراف اللي لابس ديك الباندا خضراء هنا، يعني هو كون ماركا شي بيت غادي تحسب بجوج. بطاقه الجوكر الا تعطات لشي فريق ممكن المدرب ديال الفريق يختار اي بطاقه من هادو اللي ذكرنا قبل. زائد واحد الحاجه يمكن ليه انه يلغي البطاقه ديال الفريق الخصم، يعني ممكن انهم يلعبوا بلا بطاقات. في الماتش ديال كينغز ليغ الفرق كيدخلوا 7 ضد 7، ولكن في الدقيقه الاولى كيدخلوا غير 2 ضد 2. من مورا دقيقه كيتزاد لعاب في كل فرقه، ومورا دقيقه عاوتاني كيتزاد لعاب واحد اخر، حتى كيوصلوا ل 7 ضد 7 وكيكملوا الماتش عادي حتى الدقيقه 18 في الشوط الاول والدقيقه 38 في الشوط الثاني. غير هو في ضربه البدايه كتكون الكره اللي في الوسط، اللعابه ديال الفريقين بجوج كيكونوا مورا الخط ديال المرمى، حتى كتعطى الصافره كتطلق الكره، والاول اللي سبق ليها خصو ضروري يرجعها للور للمنطقه ديالو باش هو اللي يلعبها عاوتاني من المرمى. ولكن لا سبق ليها وزاد بها لقدام، الكره هذه كتعتبر خطا والكره كتولي عند فريق الخصم، واخا دوك الاخرين هما اللي سبقوا. فاش كتبقى 2 دقائق من كل شوط اللي فيه 20 دقيقه، يعني الدقيقه 18 والدقيقه 38 كيتلاح واحد النورد، واي رقم كان فيه هو العدد ديال اللعابه باش غادي يلعبوا الفريقين بجوج وباش غادي يكملوا ديك 2 دقائق. فمثلا النورد في الماتش ديال اليابان كانوا فيه 2، يعني كملوا الماتش بجوج ديال اللعابه 2 ديال اللعابه، وفي الشوط الثاني كيلعبوا عادي 7 ضد 7 حتى كتبقى عاوتاني 2 ديال الدقائق، واي بيت ماركه من بعد ديك 2 ديال الدقائق كيتحسب بجوج بيوتا. كيف سمعتي، يعني ممكن ان النتيجه تبدل كليا غير في ديك 2 دقائق. التسلل حتى هو كاين ماشي بحال الفوتسال، وهو كيتحسب من بدايه خط العمليات. الا خديتي بطاقه صفراء غادي تخرج 2 ديال الدقائق، والا خديتي بطاقه حمراء غادي تخرج من الماتش كليا. ومن مورا 5 ديال الدقائق من بعد ما خديتي بطاقه حمراء انت ما غاديش تدخل، ولكن غادي يدخل بلاصتك شي واحد اخر. كانوا هادو هما القوانين ديال كينغز ليغ اللي بسطتهم لكم لاقصى ما يمكن. هاد البطوله اللي مشارك فيها المغرب وكيمثل العرب وافريقيا والامازيغ، والدراري اللي مشاركين مساكن كيديروا كثر ما في جهدهم. دابا غادي نشوفوا شحال غادي يربحوا ديال الفلوس. الا جاب الله طلعوا للفينال وداو البطوله. بعض المصادر كيقولوا باللي الجائزه غادي تكون هي المليون ديال الدولار، اللي كتعني مليار سنتيم مغربيه. في نظرك هذا المبلغ الكبير واش الا جاب الله ربحوا غادي ياخذوا الياس، او لا غادي يقسم مع الدراري اللي معاه، او لا ممكن انه يتبرع بهذا المبلغ كامل لشي جمعيه، او لا من جهه اخرى اصلا ديك مليار الا دخلت للمغرب غادي يضربوها بالضرائب، وداكشي اللي غيشيط لهم من مورا الضرائب الله يسوى غير ترونسبور. جاوبني ضروري في التعاليق، قول لي واش في نظرك غادي يضربوا الميريكان ولا لا، مع العلم ان الميريكان في هذه اللعبه منتخب قوي. هادشي كان في الفيديو. الا استمتعتي معايا وعجبك المحتوى ديالي ما تنساش تخلي معاك واحد سبسكرايب، اشتراك، لايك. كان معكم اوتي وكيف ديما تشاو.